لو سألت فيه كام نظام تشغيل النهارده موجودين معتمد عليهم فعلا، ففي أحسن تقدير هتقول 3. وده لأن احنا عندنا ويندوز وماك ولينكس، دول أشهر 3 احنا عارفينهم، لكن ممكن نضيف عليهم أندرويد مع إنه لينكس بيزد برضه عادي، ممكن نضيف عليه اي او اس وكام نظام تشغيل آخرين خاصين بالموبايلات تبع شركات أخرى، وكمان أنظمة التشغيل الخاصة بالسمارت ووتشز. ممكن نزود كمان أنظمة التشغيل الخاصة بالسمارت تي فيز، أي نعم معظمها معتمد على لينكس، لكن كان عندنا حاجة اسمها ويب او اس، وده كان معمول أصلا عشان يبقى سمارت فون اوبريتنج سيستم، ده غير تي في او اس بتاع ابل. ولو انت بتقرا شويه في مجال الكمبيوتر فهتسمع عن حاجه اسمها فري بي اس دي او اصدارات اللي شبهه نت بي اس دي وما شابه. السؤال التاني بقى، في كام نظام تشغيل ظهر في الدنيا من ساعه ظهور الكمبيوتر المعتمد على الكهرباء؟ اجابه صعبه، لكن بعد بحث طويل وصلت لحوالي 350 نظام تشغيل، وممكن يزيدوا كمان. علشان نفهم اكتر فايده نظام التشغيل هنرجع بالتاريخ لورا اربعينيات القرن السابق. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.